من ريو دي جانيرو موفد التلفزيون المصري علاء رشوان. رشوان، أرحب بك. ومع انطلاق فعاليات القمة ضعنا في الصورة لديك. تحياتي إليك يوسف. عفوا، لو تسمح لي بتكرار السؤال مرة أخرى، لم أسمعه جيدا. سؤالي رشوان، إذا كنت تسمعني، مع انطلاق فعاليات القمة ضعنا في الصورة لديك. نعم. كما تابعنا منذ نحو الساعتين تقريبا انطلقت هذه الفعاليات بالجلسة الافتتاحية بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا برئاسة رئيس دولة البرازيل لولا دا سيلفا الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية لهذه الدورة. هذه الجلسة بدأت مفتوحة أمام وسائل الإعلام وأغلقت وهي مستمرة حتى الآن. من المقرر أن يلقي خلالها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مصر الهامة أمام هذه الجلسة الافتتاحية التي شهدت إطلاق التحالف الدولي لمكافحة أو لمحاربة الفقر والجوع. انضم إلى هذا التحالف كما أعلن الرئيس البرازيلي 81 دولة و26 منظمة إقليمية ودولية و9 مؤسسات دولية مانحة، ما يعطي زخما لهذا التحالف الذي أكد على أهميته الرئيس البرازيلي، وقال إن هذا التحالف يأتي للتعاطي مع التحديات الجيوسياسية التي خلفتها الصراعات في عدد كبير من دول العالم، وحتى أصبحت هذه القضية قضية محورية لابد من مشاركة الدول الكبرى لتحمل مسؤولياتها في مكافحة الفقر والجوع. السيد الرئيس سوف يلقي كلمة مصر الهامة أمام هذه الجلسة التي يتعرض خلالها لعدد كبير من محاور عمل الدولة المصرية ووجهة نظر القيادة السياسية حيال الكثير من المستجدات التي تتعلق بالتنمية المستدامة في الدول النامية ودول الجنوب بشكل عام، والتأكيد على أهمية هذه المنصة، منصة مجموعة الدول العشرين، لتعزيز التعاون وأطر التنسيق والتشاور بين المجموعة وبين الدول النامية ودول الجنوب بشكل عام. السيد الرئيس أيضا سيتحدث عن التحديات الآنية التي تواجه عمل النظام العالمي بشكل عام نحو صياغة مسارات اقتصادية جديدة في ظل هذه التحديات، تحديات اقتصادية، تحديات بيئية، تحديات تتعلق بتوفير التمويل اللازم لمواصلة عمليات التنمية المستدامة في الدول النامية، وأيضا التحديات الجيوسياسية. سوف يتحدث سيادته عن القضية الفلسطينية وتطوراتها في المنطقة، وأيضا الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على دولة لبنان. هذه التوترات التي أصبحت تضغط على ونحن بانتظار ما تسفر عنه فعاليات هذه الجلسة المغلقة في إطار انعقاد قمة مجموعة العشرين. كنت معنا مباشرة من ريو دي جانيرو بالبرازيل علاء رشوان.